يوم جديد وفيديو جديد، خلينا نبلش. رحمة رياض رعبته لزوجها ومشيته عالسنتي. شو صار معهم امبارح بالجوي أوردز؟ كلنا بنعرف المشكل اللي صار بين رحمة رياض ونصيف، وكيف فسروا الفانس بين نصيف ورحمة رياض على اللي صار معه، انه نصيف غار على رحمة رياض. واكيد هيدا الشيء خلى العلاقة تتوتر بين زوجها وهي. أول شي خلينا نبلش باللوك تبع رحمة رياض بجوي أوردز. اللوك ولا غلطة، كتير حلو الفستان تبعها. هلأ الشعر كان بده شوية تظبيط أكتر بس ما بأثر. كإجمالي اللوك بعطيه تقريبا 7/10. وأكيد كانت متناسق مع زوجها. هلأ اللي صار بين رحمة رياض وزوجها بالإيفنت وكيف أحرجته قدام العالم. أول شي فايت رحمة رياض تعمل مشكل، كأنه أو هي عاملة مشكل مع زوجها قبل ما تيجي على جوي أوردز. هيك جاية وما عم تبتسم، وهيك كأنه زعلانة وفي شي بقلبها غلط. وهيدا الشي عكسته على المشاهدين والمتابعين، وكتير كتبوا إنه في شي غلط بين رحمة رياض وزوجها، وإنه هي جاية هيك كأنه مش مرتاحة. شكله صاير شي بيناتهم قبل ما يجوا على الإيفنت. أول شي رفقته عادي، بعدين إجوا عم يتصوروا، فهي عم تتصور معه هيك برمت له وجهه لعندها، إنه هي كأنه عم تاخد وضعية الفوتو سيشن، بس هو كأنه ما كان مرتاح وبس طلع فيها تضحك. بس دغري بس تركته هيك رجع، إنه راح بلحظة يعني بثواني راحت الضحكة عن وجهه، وهيك كان أخد موقف وكأنه في شي مزعله. أكيد هي كأنه عم تجبره إنه يتصور معه، وهي كأنه عم ترد اعتبارها قدام العالم إنه صاروا يقولوا إنه في مشاكل بين رحمة رياض وزوجها. بس تطلع مقابلة كانت عم تبتسم وتضحك وكل شيء، بس حسينا بلغة الجسد إنه في شيء ما كان ظابط بيناتهم بهالليلة، وفي شيء مأثر عليهم. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله ما يشوفوا ولا شر، ويضلوا دايما مبسوطين ويأسسوا عائلة حلوة مرتبة.